في ناس عندها مرض اسمه التكنوفوبيا، والتكنوفوبيا هي فوبيا زيها زي اي فوبيا تانية، زي اللي بيخاف من المرتفعات، زي اللي بيخاف من الاماكن المغلقه، زي اللي بيخاف من الجبنه او الجوافه. بس التكنوفوبيا هي الخوف من التطور وان هو يقدر يواكب التطور. الخوف ده اوقات بيوصل لمقاومه التطور ومعاداته كمان. ركز معايا كويس قوي عشان اقول لك ازاي تقدر تستفيد من التكنولوجيا مهما كانت طبيعه شغلك وتخليها في خدمتك بدل ما تخاف منها. لو انت بتشتغل في مجال الاتش ار فهقول لك على شويه ادوات بتستخدم الذكاء الاصطناعي، وهقول لك ازاي تقدر تساعدك في شغلك وتسهل لك مهامك اليوميه جدا. اول حاجه معانا اسمها ورك داي. ورك داي هو حل شامل لكل احتياجات الاتش ار، يقدر يعمل لك كل اللي تتخيله، يقدر يعمل لك ابريزل، يقدر يقيم لك اداء الموظفين، يقدر يحسب لك التايم شيت، يقدر يعمل لك كل حاجه تتخيلها، ويحدد لك ريكومنديشن لانواع التدريب والتطوير اللي بيحتاجها الموظف. تاني حاجه معانا اسمها هاير فيو. هاير فيو هو تطبيق بتستخدمه وانت بتعمل انترفيو، يحلل لك انفعالات الشخص اللي قدامك اللي بتعمل له انترفيو، بيقدر يقيمه من نبره صوته ومن تصرفاته، في نفس الوقت يقدر يقول لك مين الاشخاص المناسبه للوظيفه دي اللي عملوا الانترفيو. الاميز في الهاير فيو انك تقدر تعمل اي بي اي انتجريشن مع ابلكيشن اي تي اس. ابلكيشنز الاي تي اس زي جرين هاوس وزي ليفر. الابلكيشنز دي بتحط لها السيفيهات، تعمل فلتر وبتحدد الاشخاص المناسبه اصلا للوظيفه، فبالتالي هحط السيفيهات على جرين هاوس او ليفر، هيفلتر ويطلع لي الاشخاص المناسبه للوظيفه، هعمل معاهم الانترفيو وهقيمهم من خلال هاير فيو، وبالتالي الاشخاص اللي هتتعين هتبقى فعلا هي الناس المناسبه للوظيفه اللي انا طالبها. لو انا بشتغل في مجال الحسابات اقدر اعمل ايه؟ في ابلكيشن زي زيرو بيقدر يعمل الدوره المحاسبيه كامله، من حركه حسابات العملاء لحسابات الموردين، بيصدر فواتير، بيعمل بايرول، بيعمل كل حاجه تتخيلها في الدوره المحاسبيه، وبيعمل التقارير الماليه وبيعمل ميزانيات كمان. برضه عنده امكانيه ان هو يعمل اي بي اي انتجريشن مع ابلكيشنز ثانيه زي البيمنت جيتس، فبالتالي يقدر يتمم كل العمليات من اصدار الفواتير لعمليات الدفع والسداد. فبالتالي هيكون زيرو حل من الحلول المناسبه جدا لو انا بشتغل في مجال الحسابات. تخيل حتى الحسابات الاكتواريه اللي بيتجاب ليها خبير اكتواري بارقام كبيره جدا ممكن نعملها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وعندنا ابلكيشن زي فيريسك او ابلكيشن زي ميليمان. الاثنين دول بيقدروا يحسبوا الحسابات الاكتواريه، يقدروا يحسبوا البروبابيلتي، يقدروا يحسبوا الريسك. وعايز اقول لك ان في مؤسسات تامينيه كبيره جدا على مستوى العالم بتستخدم الابلكيشنز دي للحسابات الاكتواريه. وعندنا سوفت ويرز كتير جدا بتستخدم الذكاء الاصطناعي في المجالات الهندسيه وفي مجالات التسويق وغيرها، بس خلينا نتكلم عنهم في الحلقات الجايه. لو عجبتكم الحكايه اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا. سلام.